موضوع دخول الناس في الأحزاب أيا كان إيه هي نوع الأحزاب ده شيء مهم جدا، مش في اللحظة اللي احنا موجودين فيها بل على طول، لأن هي الدولة مش هتتبني غير بالطريقة دي. فأنا أرجو من كل الناس أيا كان إيه اختلافنا معاهم أو إيه اتفقنا معاهم إن هم لازم ينضموا إلى حزب ويساهموا في الحزب ده بطريقة أو بأخرى. النوع تاني من الناس اللي هو بيتساءل بيقول اوكي انا فاهم ان الحزب ليه دور وبتاع، بس انا يعني كنت متحمس جدا مع الثوره، وابتدى بقى يتابع الاخبار بتاعت كل يوم، وابتدى زي ناس كتيره جدا يصاب بالاحباط والقلق والشك، يقول لك انا هقعد اضيع وقت ليه مع حزب شكلها كده الدنيا مش مظبوطه، لا ده الجيش احتمال يركب ويعملها دوله عسكريه، لا ده احتمال الجيش متواطئ مع التيارات الاسلاميه وهيقلبوها دوله دينيه. طبعا انا من وجهه نظري يعني وجهه نظر انا مش وجهه نظر يعني حد تاني، ان ده كلام فاضي، لان احنا ماشيين في الطريق السليم، وايه اللي بيحصل النهارده ده مخاض ثوره طبيعي. احنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا نقوم بدورنا، مش ان احنا نقعد نتوجس خيفه من كل حاجه. يعني اوكي الطبيعي ان في احداث الجيش ده ليه رؤيه وليه طريقه شغل معينه، هو راجل عسكري في النهايه ممكن يخطئ او يصيب، والسرعه بتاعته مش ماشيه بسرعه الثوره، هو نظام منظم جدا، اكتر مؤسسه في مصر منظمه، فما ينفعش ان احنا مش عايزين نتفق معاها في كل حاجه، بس ما ينفعش ان احنا نحاسبها على حركه تصرف. الحكومه مثلا اتاخرت في حل مشكله، لا الحكومه دي يبان عليها اخوانجيه واحنا مش فاهمين. يعني الكلام ده مش مظبوط، احنا علينا ان احنا نبقى ناس عمليين براجماتيين، نخش في حزب ننخرط في العمل الحزبي، دي واحده. عندنا انشطه اجتماعيه ننمي المجتمع اللي احنا فيه بالانشطه الاجتماعيه. نمره 3 عندنا طلبات الثوره طالباها ننزل نطالب بيها كل يوم جمعه ايا كان احنا فيه، يعني هي في النهايه شغل. لكن احنا هنقعد على طول بقى متابعين الجرايد ومتابعين الفيسبوك ومتابعين التعليقات، الموضوع ده محبط للغايه وما يتناسبش مع مستوى الثوره بتاعتنا. يعني زي ما يكون احنا لبسنا الكاسكيته بتاعت المانيا او اليابان وقت الثوره، وبعد كده رحنا مدورينها تاني وراجعين نفكر بالمنطق القديم بتاعنا، الخوف والشك والتوجس، والناس دي وراها ايه ودول بيدبروا لنا ايه. الموضوع ده مش هيعمل حاجه، الموضوع ده بالعكس هيطفي النار بتاعت الثوره. الثوره دي اساسها من وجهه نظر انا هم الثلاث حاجات دول: حزب، عمل مجتمعي، يوم الجمعه في طلبات احنا بنطالب الجيش ان هو يمشي بالسرعه بتاعتنا، لازم ان احنا ننزل ميدان التحرير او ننزل اي تجمع موجود في اي محافظه ونصمم على طلبات الثوره وعلى تطهير جميع المؤسسات المصريه. ده النوع الثاني اللي هو بيقول لك اوكي انا مقتنع بالحياه السياسيه، بس ابتدى يخش في الفكر التشككي او المتشائم في الشهر ونص اللي فاتوا دول. النوع الثالث اللي هو يعني ما هوش من الطائفتين دول، هو بيقول الحزب الديمقراطي الاجتماعي هيقدم لي ايه؟ طب ما كل الاحزاب بتتكلم عن الحريه وكل الاحزاب بتتكلم عن العداله الاجتماعيه بصورة أو بأخرى. طبعا هو يعني طيف كبير، ممكن الحرية دي تبقى كبيرة جدا تبقى أقل وهكذا. هو اللي بيضمنه الحزب ببساطة هو الآلية بتاعت الموضوع، إن هو عنده فكر وآلية. مثلا أنا مثلا بتكلم على موضوع الحرية، مفيش ضوابط للحرية في الحزب، أنا بتكلم طبعا عن الحرية السياسية وليس الحرية الفردية، كل واحد حر في حياته. بمعنى ان احنا مثلا في الحزب النهارده احنا بادئين بقالنا اقل من 3 اسابيع، كل الناس بتتكلم، يعني اي لجان نوعيه موجوده. اولا ما فيش طبقيه، ما فيش تميز علمي، يعني كل الناس بتتكلم مع بعضيها. طبعا معروف ان ده علمه اعلى من ده، بس ده ما يخلوش ان هو يصادر المجتمع لحساب ان هو مثلا لجنه بتاعت اقتصاد يبقى هو الراجل بتاع الاقتصاد هيفضل طول اللجنه عمال يتكلم، والناس دي كلها متلقيه. الناس قاعده مع بعض، شباب كبار صغيرين، ناس في المجال ناس مش في المجال، بتتكلم بتقول بمنتهى الحرية هي شايفة في الملف الاقتصادي ايه، او هي شايفة في ملف المرأة ايه، او هي شايفة في ملف الطفل ايه، وهكذا. ففي لازم يبقى حرية كاملة، حرية كاملة في التعبير عن الرأي. في احزاب وفي تيارات ما عندهاش الحرية الكاملة دي، وهو عنده حتة معينة وبيروح واقف عندها. احنا ما عندناش الحتة دي، اي واحد ممكن يعبر عن رأيه بأي طريقة. الجزء الثاني اللي هو بتاع مثلا الجزء الثاني اللي هو الحوار الديمقراطي، بمعنى ان احنا بعد ما الحريه دي بنمارسها في اللقاءات بتاعتنا او في المؤتمرات بتاعتنا، في النهايه بيعمل فوتنج، مفيش بقى صوت واحد اعلى من واحد او واحد اقل من واحد، بنعمل فوتنج والله النقطه الفلانيه دي هنعمل فيها ايه، الاغلبيه وافقت اوكي،
في لسه لبس، لازم نقعد نتفاهم مع بعض لغايه لما نوصل لحاجه. تمام. الميكانيزم بتاع ان انا ابتدي بحريه كامله الناس تعبر عن رايها، وبعد كده يعني اقطرها في صوره ديمقراطيه حتى في الاجتماعات الصغيره مش على مستوى الحزب ككل، هتأدي في الاخر ان انا هقدر اتعامل مع الملفات واطلع نتائج كويسه في الوقت المناسب. لان انا ما عنديش ايديولوجيه معينه جامده بتخليني ان انا لازم دلوقتي اوصل للنتيجه دي. اللزوميه بتاعه الوصول للنتيجه ممكن يبقى المجتمع مش جاهز ليها، وهي دي احزاب كتيره يعني عندها الايديولوجيه جامده جدا ان هو بيحتم الوصول لملف معين او نقطه معينه في الزمن ده بالظبط، يعني لازم نوصل له دلوقتي. النتيجه ان المجتمع ما بيتقبلش الموضوع ده هو، او النتيجه ان بيحصل تفسخ في الافكار ما بين الناس هي وبعضها، والمجتمع ما بيتقبلهاش. الحزب فيه المرونه دي، مش بالضروره ان احنا نوصل للنقطه دي دلوقتي، ممكن نوصل لنصها دلوقتي. هو الموضوع كله ديمقراطي، مش بالضروره ان احنا نوصل لها. الجزء اللي انا كنت عايز اتكلم عليه برضو اللي هو الجزء بتاع الاقتصاد. طبعا الحزب بيؤمن بالاقتصاد الحر، لكن الاقتصاد الحر بضوابط العداله الاجتماعيه، وليس الاقتصاد الحر المنفلت اللي كان ماشي بيه النظام السابق. طبعا الاقتصاد الحر بتاعنا دون يعني ضيع القيمه من وجهه نظري، القيمه الاساسيه بتاعت مصر اللي هي الفرد، تعليم، ميزانيات سيئه للغايه، بحث علمي صفر. تمام. فالمحصله ان هو مفيش، يعني هي دي القيمه الاساسيه بتاعت الشعب المصري. فلما يكون في اقتصاد بضوابط السوق وبضوابط العداله الاجتماعيه، هقدر ان انا امشي في الاتجاه السليم، ان انا اصرف على التعليم، اصرف على البحث العلمي عشان اقدر ان انا انمي المجتمع بتاعي. انا بس حبيت ادي مثال بسيط برضو، مثلا مواضيع هتثار مثلا في الجلسه او في جلسات اخرى، ايه مثلا راينا في حاجات العداله الاجتماعيه مثلا زي التامين الصحي او المعاشات او انا هدي مثال بسيط من تجربتي انا الشخصيه. البلد اللي هي متقدمه ولا حاجه، بالعكس المفروض نظريا مصر متقدمه عنها بكتير، اللي هي الجزائر. الجزائر انا كنت يعني فاتح فيها مكتب لمده 4 سنين، وتعاملت مع الجزئيه بتاعه التامينات دي. التامينات في الجزائر والضرائب بتوصل تقريبا 50% من المرتبات، يعني المرتب 100 جنيه القيمه بتاعه الضرائب والتامينات 50% عليها. التامينات بتوصل عندهم، عشان بس الناس فاكره الموضوع ده بعيد المنال، دي دوله لا متقدمه ولا عندها ديمقراطيه ولا عندها حاجه، بس عندها عداله اجتماعيه. عندها عداله اجتماعيه. لو واحد جاله مغص يروح يصرف من الصيدليه الدواء بتاع المغص. لو حد التخصص مش موجود في الجزائر، طبعا بيغلب شويه بس مش بيغلب الغلب بتاعنا، يعني شهر ويكون مسافه في فرنسا يتعالج. هل الجزائر دي دوله متقدمه؟ لا. هل الجزائر دي دوله عندها ديمقراطيه؟ لا، ما عندهاش الحاجات دي، بس كان عندها يعني عداله اجتماعيه. فالوصول للعداله الاجتماعيه ما هوش يعني اختراع بعيد المنال ولا اي حاجه، هو موضوع ممكن ان احنا نوصل له، بس يكون الحزب متبني الموضوع بتاع العداله الاجتماعيه ومصمم عليه وماشي في برامج مستمره عشان ان هو يوصل للعداله الاجتماعيه دي. احنا من كتر ما احنا عايشين في الفساد بقالنا 30 سنه او اكتر، متخيلين الحاجات دي صعبه جدا، واستحاله ان يوصل مستوى الصحه بالطريقه دي، واستحاله ان احنا نوصل لمعدلات تعليم محترمه. ليه؟ يعني ماليزيا مثلا النهارده او سنغافوره بتصرف 50% من الميزانيه بتاعتها على التعليم والصحه. يعني ماليزيا كانت ايه من 20 سنه؟ ولا حاجه، كانت زي مصر. ايه اللي خلاها توصل كده؟ اللي خلاها توصل كده الاراده السياسيه والديمقراطيه. احنا هنوصل لنفس الموضوع ده. مصر ما هياش دوله ضعيفه، ولا مصر ان هي طالعه من الثوره عشان عندنا شويه مشاكل النهارده او شويه اختلافات في الرؤى او اختلافات في تنفيذ مواضيع معينه بنختلف مع الحكومه او نختلف مع الجيش، معناها ان دي دوله ضعيفه او دوله يعني بتترنح. بالعكس، انا شايف ان مصر كدوله طالعه من ثوره بالقوه دي بعد فساد بالقوه دي، انا شايف ان الدوله دي مستقره من وجهه نظري، مستقره جدا. ايه هي المشاكل؟ المشاكل يعني في دول بتطلع من الثوره بتترنح وبيحصل فيها مشاكل رهيبه. ايه المشاكل اللي في مصر؟ بس احنا النظام نجح ان هو يفقدنا الثقه في نفسنا. كل ما يحصل حدث في اي يوم، حتى النهارده بعد الثوره، المفروض احنا معنوياتنا تبقى فوق.
حتى لا اي حاجه صغيره، لا ده في مشكله، لا ده في ناس متآمره، لا ده في، ما اكيد في ناس هتبقى متآمره. ما هو النظام القديم ده مش 500 ولا 1000، ده مئات الالوف. مئات الالوف كانت بتتكسب من الرشوه وبتتكسب من الفساد وبتتكسب من الوصول للمناصب المرموقه بالتدليس وبالتزوير وبالغش. الناس دي بالالاف، وهم ما عندهمش اختيارين، يا يمشوا يا يحسنوا نفسهم، ما عندهمش اختيارات تانية النهارده. فالمقاومه دي طبيعيه، فيعني رجاء الناس ما تبقاش محبطه، لان مصر دي دوله قويه جدا، وان شاء الله احنا يعني على نهايه السنه هيكون كل المواضيع دي استتبت، وان شاء الله يكون مصر يعني توصل للطريق السليم باذن الله. شكرا. هوصل على كلمتين بس على الموضوع ده. الشعب قدر يحمي نفسه بعد الانفلات الامني غير العادي. المشاكل الامنيه اللي حصلت اقل بكتير مما كنت تتخيل. الشعب عمل لجان شعبيه وقام بالدور ده. الشعب ده عظيم جدا. والعداله الاجتماعيه بنفس الطريقه. العداله الاجتماعيه مش هتيجي بمجرد، احنا طبعا مش معقول كل الناس تبقى ضرائبها 20%. في ناس لازم تاخد اعفاء خالص من الضرايب. مش معقول يكون هو بياخد 1000 جنيه وانت هتاخد منه 20% من ال 1000 جنيه، والتاني بياخد مليون جنيه هتاخد منه 20% من المليون جنيه كل شهر. لكن ضروري يبقى فيه ضرائب تصاعديه، لكن مش هتوصل بقى ل 50% ولا 60%، يبقى 5% ل 25 35%، لان احنا اصلا مش هنقدر نتصرف في النظام اكتر من كده، مش هنقدر نتصرف في الضرائب اكتر من كده. وبعدين الشعب يبني العداله الاجتماعيه بالتدريج. الحد الادنى